مرحبا، رح نساوي اليوم جاتو الشوكولا السهل والسريع واللي ما بده خفاقة، نفس وصفة الكب كيك بس أنا حطيت لها تعديلات بسيطة. حبيت أشارككم بهاي الوصفة لأنه هاي الوصفة كتير منتشرة بكتب الطبخ الأجنبية مثل هيرشيز، كيتشن آد، بيتي كروكر ونسلة، فجربت الوصفة من كتير ما هي منتشرة وطلعت طيبة وحبيت أشارككم فيها. بتمنى إنه تجربوها. رح يلزمنا للمقادير: كاستين وربع طحين، كاسة ونص سكر، ربع كاسة كاكاو، معلقة ونص صغار بيكربونات الصودا، نص معلقة صغيرة ملح، 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، 1 كاسة باتر ميلك. ما عندي الباتر ميلك راح أحط 1 كاسة حليب مع 1 معلقة كبيرة خل، أحركهم أتركهم 5 دقايق راح يصير يتحول للباتر ميلك. راح يلزمني نص كاسة من الزيت النباتي، 1 معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة وإذا عندي إياها البودرة ربع معلقة صغيرة، 1 كاسة مي مغلية إلى 1 معلقة كبيرة من القهوة السريعة الذوبان مثل النسكافيه. راح أخلط كل المواد الجافة مع بعض اللي هن الطحين، السكر، الكاكاو، بيكربونات الصودا والملح والفانيليا إذا هي بودرة. راح أخلطهم كتير منيح، بعدين راح أحط المواد السائلة. بعد ما خلطت المواد الجافة مع بعض كتير منيح بدي أحط الباتر ميلك، وبعدين بدي أحط الزيت النباتي، وبعدين بدي أحط البيض. بعد ما خلصت من الخفق كتير منيح راح أحط 1 كاسة من المي المغلية مع 1 معلقة كبيرة من النسكافيه. إذا ما بتحبي طعمة القهوة في الكيك، أو إذا أولادك ما بحبوا طعمة القهوة الغيها، اتركيها على 1 كاسة من المي المغلية. بعد ما خلصت من خفق الجاتو بدي أصبه بقالب الكيك. إذا بدك تعملي قالب الكيك طبقات صبيه في قالبين أسهل لك، نفس القياس ونفس الحجم. لا بدك تعملي كيك طبقة واحدة حطيه في قالب واحد ارتفاعه عالي. أنا القالب اللي مستعملته هون قطره 20 سنتيمتر، بدي أصبه في قالبين لأنه أنا بدي أعمل كيك طبقات. بعدين بدي أحطه بالفرن. الفرن لازم يكون محمى من قبل، درجة حرارة الفرن 180 درجة، بالرف النصيني. مدة الخبز من 20 ل 25 دقيقة حسب طبيعة الفرن. أنا القوالب كنت دهنتهم من قبل بالزبدة بعدين رشيتهم بالطحين، وهلأ بدي أدخله للفرن. بهاي الوصفة أنا مستعملة الزيت النباتي، وبوصفة الكب كيك أنا مستعملة الزبدة أو الزيت نفس الشي. إذا للضيوف بالزبدة طبعا أكيد أطيب، بس إذا لعائلتك وما حبيتي تكون كتير تقيلة على الصحة فاستعملي الزيت النباتي أو الزبدة نفس الشي، اختيارك انتي على كيفك. المهم بدي بالأخير نص كاسة من الزيت النباتي أو نص كاسة من الزبدة اللي هي 125 جرام. خلص الجاتو طالعته من الفرن، قلبه كتير سهل لأنه أنا حطيت الزبدة وبعدين حطيت الطحين، فبصير عملية القلب كتير سهلة. ممكن تتركيه على حاله، ممكن تزينيه بالكريمة. أنا منزلة الكريمة بغير فيديو. ممكن تحطي فوق صوص شوكولا كمان، أنا منزلة صوص شوكولا طريقتين. كل هالوصفات موجودة بقناتي. أهلا وسهلا فيكم، صحة وهنا. تابعوني لمزيد من الوصفات على اليوتيوب سويت سبايسيما.